تشرفت بمقابلة سيادة رئيس الجمهورية الرئيس الباجي قايد السبسي، وتحدثت معه بصفته الدستورية كالرئيس لكل التونسيين. ركزت في المقابلة على مطالب المعطلين عن العمل في تونس، حقهم في التشغيل أو في منحة للبحث عن عمل إلى أن نجد لهم عملا، وعلى مطالب التوانسة الفقراء المحرومين من دفتر علاج. وقدمت للسيد الرئيس نماذج من معاناة التوانسة من الفقر واليأس والحرمان، وطلبت منه الضغط على الحكومة للتجاوب مع الحملة التي يقوم بها تيار المحبة لإدراج تعديلات في ميزانية 2016 بما يضمن التشغيل أو منحة البحث عن التشغيل عن العمل للمحرومين من عمل حاليا في تونس، بما يضمن دفتر العلاج للمحرومين منه. وناقشت مع السيد الرئيس أفكار عملية في هذا الأساس أو في هذا التوجه، وإن شاء الله يعني احتمال يكون فيها جديد في الأيام المقبلة نعلن عليه. الأمر الثاني، حكيت مع الرئيس، بلغته ببيان الصحفيين والناشرين، وقلت له أنه يعني شيء مزعج ومحزن أن يتم اتخاذ يعني تدابير أو رفع دعاوى بقانون الإرهاب على الصحفيين، وطلبت منه أنه يتدخل ويقنع الحكومة بالتخلي عن مثل هذه الإجراءات. الصحفي يجب أن لا يعامل كإرهابي. والنقطة الأخيرة، طلبت من رئيس الجمهورية وقلت له إحنا توانسة للأسف الشديد عندنا عدد كبير من الإرهابيين في سوريا وفي العراق، وعلينا مسؤولية أخلاقية بالمشاركة في الحرب على داعش. وطلبت منه أن تكون تونس عضو في أي تحالف دولي ضد داعش، أو أن تسعى لتشكيل تحالف عربي ضد هذا التنظيم الإرهابي الذي يقتل في أبنائنا في تونس ويخرب في سمعة الإسلام والمسلمين في العالم.